خليني اقول لك حاجه من الاول كده. فيلم العالمي مش بس اكتر فيلم وصف الكوره في مصر، لا ده اكتر الاعمال اللي وصفت ازاي الاحلام بتتذبح جوه البيوت. احنا متعودين دايما نقول المنظومه او النادي او المدرب او حتى الدوله، بس قليل قوي لما نقف قدام اول مكان الحلم بيتكسر فيه بجد. هو البيت. مالك شاب موهوب، قبل ما يكون موهوب هو ابن واقع، ابن بيت شكله عادي بس من جوه مليان عنف. مش عنف ضرب، لا عنف ضغط، عنف كلمه، عنف توقعات، عنف انا عارف مصلحتك وانا هقولها لك بكل وضوح عشان ما نلفش وندور على بعض، وده هنحتاجها بعدين. العنف الاسري مش شرط يبقى خناقه، مش شرط يبقى ضرب، احيانا بيبقى نصيحه. ومن هنا هنيجي لاكبر مشكله. ابو مالك مش شيطان وده اللي يخوف، ده اب مكسور اتهرس اتربى على فكره ان اللي يعلى لازم يقع، ان اللي يحلم هيتلسع. فقرر من غير ما يحس انه يكسر حلم ابنه قبل ما الدنيا تكسره. مش لانه بيكرهه، لا لانه خايف. بس الخوف لما بيدخل التربيه بيبقى عنف حتى لو لابس بدله نصح. والحقيقه ان مالك طول الفيلم مش بيجري ورا كوره، لا مالك بيجري عشان يثبت انه ينفع، يثبت انه مش غلطه، يثبت ان الحلم اللي جواه ده مش وهم. بس المشكله انك لما تطلع من بيت شايف الحلم ده تهديد، انت مش بتطلع لوحدك، انت بتطلع ضد الكل. واللي بيحصل ان ابو مالك بدل ما يكون له ظهر بيبقى سقف واطي، كل ما توقف تخبط فيه. خليك واقعي، بلاش تهور، ركز في حاجه مضمونه، جمل شكلها امان بس مضمونها قمع. وده عنف حتى لو متغلف بحب. خليني اوقفك هنا واسالك، انت عمرك حسيت انك لازم تنجح عشان تثبت انك مش غلطان، ان حلمك بقى معركه مش رحله؟ مالك كان كده وكان لوحده. ندخل بقى على الحب عشان دي نقطه ناس كتير بتعديها. والفيلم ذكي عشان ما عملش الحب بطولي، لا الحب هنا ضحيه. مالك مش فاضي يحب، مالك تحت ضغط، تحت نار، حاسس ان اي غلطه هتضيع كل حاجه وهي مش قادره تستحمل. واحد طول الوقت مش موجود حتى وهو موجود، وده واقعي فشخ، لان الطموح لما يتحط جوه بيئه سامه بيطلع على حساب الناس اللي حواليك، مش لانك اناني، لا انت محاصر. نيجي بقى للمنظومة عشان محدش يفهم غلط. الفيلم هنا مش بريء ومش بيبرئ الكورة ولا الأندية. المنظومة في فيلم العالمي منظومة واضحة، منظومة بتحب المطيع وتكره المختلف، تستسهل كسر اللي مش شبهها. بس خد بالك المنظومة دي هي نفس منظومة البيت، نفس العقلية بس كبيرة شوية. يعني مالك كان بيتخانق مع نفس الفكرة في كل مكان بس بأشكال مختلفة. والحادثة اللي عملها ده مش مجرد حادثة، الحادثة هنا كانت لحظة إفاقة. من أول ما دخل المستشفى هنا أنت بتشوف أسمج شخصية في الدنيا، أسمج شخصية في الكون. خلينا نقف هنا شوية عند شخصية ناس كتير بتعديها. واحد كان نجم كورة، كان ليه اسم، كان متشاف، دلوقتي قاعد في نفس السرير، نفس الإصابة، نفس الخوف. بس الفرق إنه استسلم، واقف قدام مالك مش بيطبطب عليه، مش بيسأله حتى، واقف يقول له أنت خلاص شطبت علام، يعني تروح تقعد جنب أمك. الجملة دي مش قسوة، دي غل واحد شاف نفسه في نفس المكان بس مش قادر يستحمل. حتى كان بيشرب سجاير وكان بيعمل حاجات غريبة بس هو مش قادر يستحمل ان غيره لسه عنده امل. الاوسخ بقى انه كان بيتعامل مع الممرضين تكبر، سماجة. واحد حاسس انه انت راحت فقرر يطلعها على اي حد اضعف منه. الشخصية دي بتلخص نوع ناس كتير جدا. الناس لما تقع تحب تشد غيرها يقع معاها عشان تحس انها مش لوحدها، وده امتداد مباشر للعنف اللي مالك شافه في البيت. نفس المنطق، خليك واقعي، اقفل الحلم، ما تحاولش، بس بصيغة مختلفة ومن شخص للتاني. بس وسط كل الاصوات العالية دي، وسط الاب، وسط المنظومة، وسط اللاعب اللي بيغل منه، وسط الحب اللي فشل، كان في صوت واحد بس هو اللي قوي. صوت مش بيزعق ولا بينظر ولا بيشدك من دراعك، وهي اخته. الاخت في حياة مالك مش بطلة ومش منقذة، مش بتوعده بحاجة، بس هي موجودة، شايفاه وهو بيقع، مش مستنية تشوفه واقف عشان تحبه. وده اصدق دعم ممكن حد يديه. الاخت ما بتقولوش كمل او ما تكملش، لا هي بتقوله من غير كلام انا شايفاك ومش هسيبك لوحدك. وفي فيلم كل زعيق كل ده كان فارق. نيجي بقى للام والسكوت اللي بيوجع اكتر. الام مش شريرة ومش قاسية بس متكسرة، ست عايشة جوه نفس المنظومة اللي بتكسر ابنها، فاهمة بس مش قادرة، ساكتة مش لانها موافقة، لا لانها اتعلمت ان الاعتراض تمنه غالي. بس الحقيقة ان سكوت الام ده نوع عنف تاني، عنف الخوف، عنف الاستسلام، عنف انك تسيب اللي بتحبه يتكسر عشان الدنيا تمشي. وده اصعب من الضرب واصعب من الشتيمة، لان مالك ما كانش بيحارب بره، ده كان بيحارب البيت اللي هو اتربى فيه، وكمان اللي جوه البيت مش قادرين ينقذوه. والفيلم هنا ذكي عشان هو ما اتهمش الام بس ما برأهاش، سابك تحكم لوحدك. هل السكوت حماية ولا مشاركة؟ خليني اقول لك حاجة بصراحة، احنا مش في خناقة اجيال ولا حرب جيل قديم وجيل جديد، احنا في سوء تفاهم كبير قوي. الجيل القديم مش قاسي ولا دماغه ناشفة، هو جيل اتربى على الخوف، اتربى ان الغلطة تمنها عمر، ان التجربة ممكن تضيع كل حاجة، فطبيعي يبقى شايف ان بلاش، خليك في المضمون، الحق نفسك. بس المشكلة ان الدنيا اتغيرت، مش اتغيرت شوية، لا اتغيرت خالص. زمان كان في طريق واحد، تذاكر، تتخرج، تشتغل، تعيش. ودلوقتي في مليون طريق، مليون فرصة، مليون شكل. الجيل الجديد مش مغرور ولا متهور ولا فاكر نفسه انه فاهم كل حاجة. الجيل الجديد عايز حاجة واحدة بس، سيبني احاول يا عم سيبني، مش سيبني اكسب ولا سيبني انجح، لا سيبني اجرب، اغلط، اتعلم، واقع واقوم، انا بحاول. وهنا الصدام الحقيقي، الاب شايف انا خايف عليك وده لمصلحتك، الابن انت مش واثق فيا وانت قافل عليا. والاتنين عندهم حق بس الطريقة نفسها غلط. الفكر القديم شايف ان السيطرة امان،
وان ده تربية وان الكسر بيعلم. بس الحقيقة الضغط ما بيطلعش ناس قوية، بيطلع ناس خايفة. ومن هنا العنف الأسري بيبدأ من غير ما ناخد بالنا. مش لازم ضرب، مش لازم شتيمة. العنف ممكن يبقى تقليل، مقارنة بولاد الناس، سخرية من الحلم، تخويف من الفشل، أهددك، لحد ما الحلم يبقى عبء والمحاولة تبقى ذنب. ومالك في الفيلم مش حالة شاذة، لأ، مالك نموذج لمليون واحد من اللي حلمهم اتحبس جوا بيت بيحب بس بيخاف وبيخوف لانه شايف ابنه ده مشروع. انا عايزك دكتور، انا عايزك مهندس. الفيلم هنا مش بيقول اكسر اهلك ولا اعمل اللي انت عايزه، هو بيقول اسمعوا بعض، افتحوا مساحة للمحاولة. لان اسوأ حاجة ممكن تحصل مش ان ابنك يفشل، اسوأ حاجة انه ما يحاولش خالص. الدنيا اتغيرت واحنا محتاجين نغير طريقة حبنا، نحب من غير ما نخنق بعض ونخاف من غير ما نكسر. وسط كل اللي شفناه ده، مالك مش حالة فردية، والعنف الاسري مش هزار. في العالم كله ملايين بيتعرضوا للعنف جوه البيت كل سنة وكل لحظة وكل ساعة. عدد الوفيات بسبب العنف الاسري بتوصل لالاف الناس، ده غير عدد الناس اللي بتنتحر. والمصيبة الاكبر كتير منهم بسبب نفس الاحباط، نفس الخنقة. فيلم العالمي مش بيحكم على حد، مش بيقول مين الصح ومين الغلط، هو بيسيب لك صورة شعور اي حد اتكسرت احلامه، او حاول ويحاول ومحدش ساعده، او اتوقف بالعنف والصمت وسط ناس فاكرة انها بتحميه. مالك نجح في الاخر ما نجحش، انا بكلمك في الرحلة نفسها. حبوا اولادكم وقربوا منهم وادعموهم، وما تخلوش اولادكم يطلعوا مشوهين نفسيا زي اللي شفناه في الفيلم. هو مالك نجح بس ما كانش سوي، ما كانش مبسوط. لو عجبك التحليل اعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. بس كده، سلام.